السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة جايين نتكلم في موضوع الكابتن سيد عبد الحفيظ. امبارح فوجئنا بخبر توجيه الشكر ليه من منصبه مدير للكورة في النادي الأهلي، وطبعا إقالته وتعيين الكابتن خالد بيبو بدلا منه، وفي شوية قرارات كده طلعها امبارح مجلس الإدارة لفريق الكورة كرة القدم هنتكلم عنها. بس دلوقتي هنتكلم عن الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ بقاله فتره مدير للكوره، نشكره كل جماهير الاهلي، بنقول له شكرا على مجهودك معانا واللي انت عملته والتعب اللي انت تعبته في الفتره اللي فاتت دي كلها. كابتن سيد عبد الحفيظ من 2010 ل 2014 كان مدير للكوره، وبعد كده رجع تاني بعد قرار اقالته، لا رجع تاني 2015 لحد 2023، يعني نص، يعني هم جابوا حد تاني بداله، وبعدين ايه ما وفقش فراحوا جابوه تاني 2015 نص 2015 لحد 2023. ونعتبر الكابتن سيد عبد الحفيظ في استراحه محارب. راجل خلاص يعني الله يكون في عونه، ضغط جامد عليه من كل مكان، راجل تعب، راجل فعلا ارهق، ناس بتطلع تشتم فيه وتغلط فيه وتهينه. وكابتن اخر واحد طبعا رئيس نادي الزمالك الاسبق، لما طلع قال له شفت بحه هو بتاع الاعمال باعت لي وده من بلديات سيد عبد الحفيظ، وكل شويه يا سيد عبد الحفيظ يا سيد عبد الحفيظ يا اشتم سيد عبد الحفيظ وشتم بالاب والام يعني ضغط. اصل مدير الكوره ده مش سهل يا جماعه، ده بصوا ده حمل اعصاب، لازم يعمل ضبط وربط ويشوف المكافآت ايه ويشوف اللي عليه غرامات ايه ويشوف اللي عليه مخالفات ايه ويشوف اللي اتحق عليه عقوبه. فيعني الراجل معلش ده منصب صعب، فلازم اي حد مستريح. يعني ده انت بتشتغل في القطاع الخاص بيقول لك متشكرين ريح، في القطاع الحكومه بيقول لك شكرا مستريحين اطلع معاش ريح. يعني خلاص احنا نزعل يعني معلش، هو الاهلي مش ولاد؟ الكابتن خالد بيبو هنتفرج عليه هنشوف هيعمل ايه. الدنيا لو باظت جماهير الاهلي مش هتسكت، يا اما حاجه من اتنين، يا طرح عليه خطيب يا يرجع سيد عبد الحفيظ، ما فيش عندنا حل تاني. ما احنا مش هنسمح ان النادي يقع بقراراتك اللي انت عملتها. نشوف القرارات دي اخرتها ايه، ويمكن يا اخي يرجع تاني، هيرجع تاني، انا واثق انه يرجع تاني ما تقلقوش يعني، بس استراحه خلوه يستريح سنه ولا حاجه، ريح اعصابه شويه. طب ما الكابتن سيد البطل الله يرحمه مش كان مدير الكوره وكان اكفأ مدير كوره؟ وعلى فكره الكابتن سيد عبد الحفيظ يعتبر يعني خليفه الكابتن ثابت البطل. الكابتن ثابت البطل كان من 1995 لحد 2000 كان مدير للكوره، يعني بعد ما اعتزل الكابتن ثابت البطل 1995 رجع سنه 2000 رجع لايه؟ بقى مدير كوره. طب وبعدها من 2004 لحد 2005 لحد ما توفاه الله في الماتش الاخير اللي هو جايب البطانيه وكان جاي تعبان وكان خلاص الله يرحمه. وقال كلمه النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال انا الكابتن ثابت البطل قال لي حاجه، لو دامت لغيرك مش هتدوم لك. عمر الكرسي ده ما هيدوم لغيره، ما هيدوم لحد، ولو كان دام لغيرك. والكرسي لازم تقوم عشان تنجده ونشوف تاني اجيال تانيه ونشوف يعني معلش لا قدر الله بعد عمر طويل وربنا يطول في عمره الكابتن سيد عبد الحفيظ لو حصل حاجه للكابتن سيد، افرض يا اخي ده الواحد بيقوم نفس داخل ونفس خارج، يعني لو حصل حاجه بعد الشر، مش بقول ولا بعد الشر عنه، يعني حصل حاجه للراجل ده خلاص نقفل بقى النادي الاهلي، نقفله بقى ومش لازم خلاص بقى كل واحد خلاص بقى ازاي؟ فاحنا نشوف وطبعا لازم يكون في ثقه في الكابتن خالد بيبو، والكابتن وليد سليمان مسك الناشئين. طبعا صفحات الزمالك بقى زعلانه او بتعوم بتزيط في الزيطه. انت مالك انت يا الزملكاويه؟ انتوا مالكم انتوا في ايه؟ ما تخليكم يا اخي في رئيس النادي اللي داينكم اللي غراكم بالديون، اللي مش معلش النادي هينهار. الدوله لازم تتدخل عشان تشوف نادي الزمالك. انا مش هتكلم نادي الزمالك خالص، هي دعوه بيه، بس مالكش دعوه بالاهلي. الله الاهلي يا عم ولاد، مش الكابتن سيد هيجي الكابتن خالد، ما مش الكابتن خالد هيجي الكابتن عباس، هيجي الكابتن ابراهيم، هيجي الكابتن حسام، يعني في ناس كتيره قوي هيجوا. ويمكن الاداره شايفه حاجات كتيره الكابتن سيد عملها مثلا مش عاجباهم، خلاص شكرا على كده يلا. ممكن يكون المدير الفني في مشاكل بينه وبينه، المدير الفني ده كويس جدا مارسيل كولر،
عامل معاه مشاكل، خلاص شكرا نريحك شويه، يمكن على الله كولر ده يمشي يجي واحد تاني ونجيبك انت نجيبك معاه. فيعني اداره شايفه الموضوع من وجهه نظرها، فاحنا مش عايزين بقى ايه الاهلاويه يا ليه يا كابتن خطيب، حرام يا كابتن خطيب، ايه يا كابتن خطيب، هتضيع النادي يا كابتن خطيب، حرام عليك يا كابتن خطيب، الاهلي ضايع يا كابتن خطيب، الله يسامحك يا كابتن خطيب، الاهلي ضيع، كابتن خطيب ضيع الاهلي. ايه يا جماعه، ما نشوف القرارات الاول ونشوف. هو خلاص اتعودنا ان يكون اللي قاعد على الكرسي او اللي ماسك منصب الاداره مدى الحياه لحد لا اما يشيلوه او يعزلوه. فيعني مش كده، يعني خلاص شكرا ونشوف تاني الجيل تاني ونشوف تاني اللي بعديه تاني. يعني انا النهارده قريت خبر كده عن اسباب اقاله، طبعا كل الصفحات طالعه بقى ايه صفحات طبعا على السوشيال ميديا والاخباريه طالعين بيزيطوا في الزيط، هيقول لك 5 اسباب لاقاله سيد عبد الحفيظ، 3 اسباب لاقاله سيد عبد الحفيظ، مش عارف 10 اسباب لاقاله سيد عبد الحفيظ، مش عارف شركه الكوره مش عارف سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ اصبح منبوذ من الاداره والجماهير، كولر قال لك انا مش عايز سيد عبد الحفيظ، اللعيبه قالوا مش يعني كل واحد بيفتي في المالوش دعوه بيه. ارجوكم من جماهير الاهلي بلاش الاندفاع، خلينا نشوف وخلينا ورا فريقنا، احنا لسه داخلين على كاس، وفي عندنا كاس اهوت السوبر بتاع الافريقي وكاس سوبر تاني كمان السوبر المصري وكذا حاجه، يعني فعاوزين واحده والبطوله الافريقيه هتتلعب تاني في شهر 10 والدوري في شهر 9، فواحده بلاش اللي هو ايه الاندفاع. هنشوف لو حصل حاجه جماهير الاهلي بقول لكم هترجع تاني سيد عبد الحفيظ، حاجه من اتنين، يا ترحل يا خطيب يا ترجع سيد عبد الحفيظ، ما تقلقش جماهير الاهلي ورا النادي. تعالوا نشوف بقى بسرعه كده ايه النهارده بيقول لك 3 اسباب، وطبعا في كتير قوي اسباب اتقالت، بس ال3 اسباب دول ممكن يكونوا هم مقنعين. طبعا امبارح اعلن ان هو خلاص مشي. اسباب بقى اللي مشي، اول حاجه عندك بيقول لك اكرم توفيق لاعب الاهلي، اكرم توفيق ده المفروض ان هو كان اصاب وكان عنده صليبي وراح يتعالج، وطبعا المفروض يدفع بقيه حساب المستشفى وما دفعش فلوس بقيه المستشفى، المفروض هو اللي كان يدفع بقيه المستشفى، وطبعا ايه مفيش دفعوش، وطبعا المستشفى كانت في الامارات، بلغوا الاداره ان لسه ما دفعش بقيه القيمه، يعني عايزين يطلعوا ان الكابتن صلاح حفيظ ايه يعني مش عارف انا ده ايه الكلام. 2 قال لك كولر عاوز يرحل، مش عايز سيد عبد الحفيظ خلاص، قال لك انا مش محتاجه، بيتدخل معايا في بعض القرارات الاداريه، وان هو يعني خانقني بجد في ايه بالظبط، وطبعا عاوز يرجع لعيبه انا مش عايزها، ومنهم سعد سمير مقتنع بيه، انا مش عايز سعد سمير، وفي لعيبه كتير عاوز يسيبها وانا عايز امشيها. تالت حاجه قال لك تراجع سيد عبد الحفيظ عن السيطره على غرفه الملابس الفتره اللي بقت الماضيه، بيقول لك تصرفات غير لائقه مع بعض لعيبه الفريق، وطبعا كان بيشتم وكان بيقل ادبه، وطبعا بيدخل طبعا غير كده ان عبد القادر الحركات اللي عملها عبد القادر مع النادي الاهلي، وغير كده بعض النجوم مع جماهير النادي الاهلي، طبعا يعني حاجات كلها بص كل واحد بيفتي في اسباب، وعشان نطلع نعمل ايه مانشيتات ما نعرفش حاجه فين. بس انا عايز اقول لك ان كان في مره مداخله مع الاعلامي عمرو اديب، وكان مع احد الوزراء والمسؤولين، فبيقول له هو نادي الزمالك هيفضل كده؟ قال لا، نادي الزمالك هيفضل كده، وفي قرارات جديده هتطلع لكل الانديه هتعدل تعديلات، فما نعرفش مين ايه اليد الخفيه اللي خلت تشيل سيد عبد الحفيظ ونجيب خالد بيبو، حاجات كده احنا ايه في المطبخ مالناش دعوه بيها. المهم انا عايز من جماهير النادي الاهلي ندعم الكابتن خالد بيبو مدير الكوره، وندعم الفريق، واللي شايفينه صح هم يعملوه، ولو في تقصير هيرجع تاني الكابتن سيد عبد الحفيظ هيرجع تاني، وما تقلقوش. ويا ريت بقى بلاش سوشيال ميديا كتير وبلاش الهيجان ونجمع الهوجه، خلونا ايه ندعم الفريق، ندعم النادي، روح الفانيله الحمراء، بلاش نزيط مع الزيطه، ارجوكم بلاش نزيط مع الزيطه. اقول لكم تصبحوا على خير، اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.